الكل، مرحبا بجميع مستمعينا. شكرا لك على قبولك دعوتنا اليوم. بارك الله فيك. من بين معناتها العادات اللي دأبت الوكالة التونسية للتعاون الفني أنها تقوم بها، أيوة. أنه الشباب اللي يتقدم للعروض الدولية واللي يتم معناها ترشيحه الأولي ويجي تزيد تحاول وأنها تعمل له كوتشينج، أنها تعدوا تهيئوا له المقابلات هذه. خاطر انا مش نفرح اي ولا هاو السي في نتاعي رشحني اني باش رشحني مبدئيا باش نشارك في مقابله العمل الدولي، لكن يلزمني زيد نحضر لها. من نكونش قاعده نهز روحي ونمشي للمقابله هكاكا وانا مانيش متحضر، وانا ما نعرفش زعما حسب التقريب شكون ماشي باش نقابل، شي يحب باش ما يحبش. اذا المهمه نتاعك سي عبد القدوس انك تحط الشباب اللي يسمعوا فينا في الاطار وتهون عليهم مقابلات العمل باش ينجحوها الانتروتيان هذه. ساعة مرحبا بجميع المستمعين، وما نجمش نزيد مقدمة خير من أعطيتها أنت مدام. يعيشك سي عبد القدوس. لكن خلينا نكونوا واقعيين من الأول ساعة. فما حاجة قبل ما نحكيوا على المقابلة هي الهدف من المقابلة. أهم نقطة هي، لأنك أنت إذا عرفت البيوت نتاع المقابلة باش تهيئ نفسك لها. الهدف من المقابلة وفقا لمتطلبات السوق العالمية ولا حتى الداخلية. المتطلبات اليوم تبدلت، لأن المعطيات ما عادش تقوم على مؤهل علمي فحسب، شهادة علمية، شهادة جامعية كهو. لا، لأنه نجاح العمل بمعناها حتى بدراسات من مؤسسات كبرى في تخصص التنمية البشرية أو في الموارد البشرية أثبتت أنه نجاح العمل مرتبط 75% من المهارات الذاتية أو الناعمة أو الشخصية اللي هي مرتبط بالسلوكيات سوفت سكيلز. مثلا نعطي على سبيل المثال وهو حصرا معناها مش على مثلا اللي صارت دراسة في شركة جوجل، إدارة الموارد عملت مشروع اللي هو مشروع على ما أظن مشروع أكسجين، عملت بالنسبة لامتحان تجريبي داخل للإطارات نتاعها. تلقى أنه اللي متمكنين عندهم المهارات الذاتية أو الشخصية هذه هما تحتلوا المراتب السبعة الأولى، بينما المراتب التخصصية جاءت في مرتبة أخيرة. شوفوا معناها قيمة السوفت سكيلز، المهارات الناعمة. نفهموا عليها المقابلة، لأنه أنت في العموم سواء في السوق الداخلية أو في السوق الخارجية أنت داخل في مزاحمة أو كونكورونس افيك دي زوتر سي في ولا دي زوتر كونديدا. ايش باش تضيف؟ هو شنو اللي حاجته؟ شنو اللي يميزك؟ دونك أنا نحكي بكاسكيت. شنو اللي عندك انت هنا؟ وللاسف الشديد معناها هذه وهذا واقع. انا نقول راهو الكونديدا المترشح اعرف نفسك، لانك الغالب في شبابنا اليوم وفي برشا ناس انه عنده مهارات وقدرات ما يعرفهاش. اي انسان انا نمن انه عندك حاجه متميز فيها، لكن الاشكال الشديد انك ما تعرفهاش. دونك اعرف اول باب الساعه قبل ما تدخل المقابله. اعرف نقاط قوتك. عليه؟ لانك انت باش تتميز ولات عندك كاسكيت خاصه بك. لما باش يقول لك، وهذه السؤال الدارج اللي في اغلب المقابلات، من انت؟ انه هذه ريداكسيون باش تعاود له السي في، هو السي في قدامه. عليه قلت لك ديما نعاود كلمه كاسكيت. تميز، من انت؟ اعرف نفسك، اعرف قوه، اعرف معناها كما نقولوا نقاط قوتك. الانطلاقه هذه اول باب. اذا باش ندخلوا توا كيف واذا نعاودها بربي، لانه فما معلومه هامه هي مرتبطه باش نفهموا بها المهاره. هي سامحني في الكلمه بالفرنسي، يقول لك لا كومبيتونس سي لا كاباسيتي à utiliser un savoir-faire dans une situation donnée. هو معناها القدره، هو بعباره تكييف مهاره او معرفه هذه نحكي المعرفه السلوكيه. لما نحكي على المهارات نحكي مثلا على التصرف في الوقت، العمل ضمن فريق اللي هو اليوم من أبجديات ومن أولويات ومن عمايد العمل اليوم، سواء الداخلي ولا نحكي على الدولي. ثم إذا دخلنا في مرحلة ثانية مدام، في مرحلة الإعداد للمقابلة، وانت جاي للمقابلة سيدي، فما حوايج لازمك تعملهم، اللي هي قبل ما ندخلوا في المراحل الكبرى أو العناصر الكبرى للإعداد للمقابلة. انت جاي يستحسن إن كان نقولش يجب تجيب معاك نسخ من السيرة الذاتية، لأنه أنت داخل عندك بعثت نسخة. أنت ينجم المجموعة موجودين 2 3 4. أنت كي دخلت وزعت السيارة الذاتية، شو عملت أنت؟ انطباع جيد هذا من الأول. حاضر الذهن، منظم، حاضر ذهنيا، حاضر أورجانيزي، يعرف إيش يعمل. دونك السيارة الذاتية كل ما حكيته في السي في، السيرة الذاتية نتاعك
اول حاجه نحكي على جانب المصداقيه، لانه هذا بالسيره الذاتيه راه يلزمها يخصها برنامج وحده. المصداقيه في المعلومات اللي حاطها في السيره الذاتيه، الوثائق المدعمه للسيره الذاتيه، وكل ما هو في السيره الذاتيه يلزمك عندك متمكن منه. متفق، واضح. هذا النقطه الاولى. دخلنا ثم ما ننساش حاجه اللي هي مهمه وتغيب على برشا عباد. ورقه وستيلو، بروندر نوت في لونتروتيان. برشا عباد يهملوها هذه. يقول لك ما عنديش وقت انا باش ما فماش، ما عندكش وقت باش ندون حاجات. انت ما عندكش وقت. لومبلويور اي نقطه انت تغفل عليها هو يحسبها، لانه نعاود لك راه ماهوش جاي حاجته بالمعلومات اللي عندك، لا المعلومات قراها في السيره الذاتيه. هو حاجته بشنو اللي يميزك، لانه تنجم انت جاتك معلومه وهو معاك في الانتروتيان سجلتها مش تقص عليه، وهذا من باب نحكيوها في مستوى ال الاعداد. دونك ما تقص عليه، تاخذ وقتك ومن بعد باش تدون. هي تسجلت عنده نقطه ايجابيه لصالحك انت. هذه من المعطيات الاوليه الصعبه. معناتها الجديه نتاعك، قابليتك انت باش تطور ذاتك، باش تنفذ اللي الهدف نتاعو او تساعده في تنفيذ الهدف نتاعو. خاطر وقت نقيد انا معناها نحب المعلومه نتذكرها ما ننساهاش باش نعمل بها. يحب ويفهم ويلزم يفهم ايش باش يعمل. هذوما راهو فما دي سامحني فما حوايج قد نهملوها نحن، لكن كيف قلت لك انا اللي باش يجي حاجته بانت شخصيتك سلوكياتك، لانه بهذاك نجاح العمل. تنجم تكون عندك مؤهلات علميه لكن ما تنجمش تتعامل مع الاطراف. تعرف المهم على الاخر النقاط اللي قاعد تقولنا فيهم. تو انا نعطيك انا واحده من الناس مثلا كان جيت باش نمشي نعمل انتروتيان، ما يجيش لبالي مثلا نهز لي كوبي نتاع السي في نتاعي. علاش؟ خاطر نقول انا ما بعثت عاد الاوراق، بعثت الامور كل مريقله، ما نهزش عليك قلت لك فما ابجديه ما نهزش بلوك نوت باش نقيد. نقول انا ما عنديش الوقت باش نقيد، انا باش نقعد نحكي انا وياه ما يجيش لبالي معناتها باش نقيد. الوغ كو هما اغزر دو ديتاي قداش مهمين برشا. والوثائق المثبته لكل شيء ما تحكيش، واذا ما عندكش وثيقه حطيتها في السيره الذاتيه وما عندكش ما يثبت اعد لها اجابه. على الاقل مثلا بارفوا مثلا تلقى برشا عباد خدموا خاصه في القطاع الخاص يخدموا ما عندوش بياج جوستيفيكاتيف، ما عندوش على الاقل عندك اجابه معلله باش يقول لك باهي عليه ما تخدمش مثلا. لازم تكون عندك الاجابه. في الغالب ينجم يقول في القطاع الخاص نظرا لظروف خاصه بعد كورونا، فيكون سياسي زاده ويكون معناتها عندك الاجابه حاضره. الاجابه الحاضره وهذا ندخلوا في تفاصيل لو كان باش نحكي على المراحل الثلاثه. انا نحب لو بعد تعطيني بعض الاجابات كان تسمح. بعض معناتها باش نقربوا الامور عمليا. انا والله تو في الاطار هذا نفتح قوس انا عمليه مشيت وقت اللي تفتح باب يعملوا في لي زونتروتيان وقت يظهر لي في دار المؤسسه حاسيلو. مشيت وقربت هكا شويه وكبت المقابلات. قلت خليني نحب نسمع هكا، قعدت نسترق شويه نسمع فما شنو لي كيستيون. والله يامني ما سمعت حتى شيء. لا مش باش تسمع شيء. نشوف فيهم يضحكوا، نشوف فيهم فما جو باهي معناها تيار مشى تعدى. اما باش سمعت حاجه ما سمعتش. ما تعرف كي يحب يسمع يقول ماش يسمع حتى شيء، وكي يحب ما يحبش يسمع يولي يسمع كل شيء. دونك نواصلوا اذا معك سي عبد القدوس. توا باش ندخلوا في المستوى العناصر. هما الاعداد للمقابله فما عناصر كبرى وهما نلخصهم في 3 عناصر. العنصر الاول الجانب الجسدي او الحضور الجسدي. يعني العنصر الثاني باش ندخل بالتفصيل نعطيك العناصر الكبرى وما ندخل في اذا فما ما تسمح لي معناها في وقت. تفضل. الحضور الجسدي. العنصر الثاني الحضور الذهني والنفسي. والعنصر الثالث وهو الحضور المعلوماتي. وهذا فيه باش تنقلوا بالتفصيل. بالنسبه الحضور الجسدي مدام سالتني، الحضور الجسدي فما قبل المقابله واثناء المقابله. قبل المقابله هي القاعده العامه، انت ماشي المقابله لازم تكون بريزونتابل. دونك هندام، اللبسه، الريحه، ريحه الدخان مثلا داخل في الانتروتيان بصفه عامه معناها النظافه تهم، اللباس، التناسق، فهمتني؟ هذا قبل. ثاني باب هي اللي هي التوقيت. في علم النفس نعرفوا نحن في علم النفس انه يقول لك كي تجي مثلا نعطيك على سبيل المثال، انا كي جيت دخلت المره الاولاني مش كي خذيت ربع ساعه ارتحت. في علم النفس يقول لك الحميميه مع المكان تخلق ائتلاف مع المكان. فانت تلقى روحك مرتاح باش تاخذ الطون تاعك، باش زاد باش تدخل مثلا انت خلطت مؤخر باش تلقى تلهث في الانتروتيان، دونك ما عندوش مكس باش تلقى روحك الاس. دونك انت اول باش ترزل روحك تعرف ايش باش تقول، تاخذ راحتك، دونك تجي بكري. تعرف البلاصه تسال عليها تجي قبل. تقرا حسابك، تقرا حساب السيركيولاسيون، حساب وسائل النقل،
تقرا حسابك الكل باش توصل بكري. بالضبط. والبرت ذكرتني، جاتني فكره تو على البرت اشتون هو بريطاني خبير في تنميه المهارات الذاتيه. عنده قول يقول انتبه او اعتني بمظهرك، فان مظهرا جديدا يفعل العجائب، فهو يوجب لك او يوجد لك احترام الاخرين ويوجد لك ثقتك في نفسك. دونك عاملين حتى يدخلك في العامل النفسي. دونك المظهر، نعاود المظهر والتوقيت. هذا قبل المقابله. اثناء المقابله فما معطيات هامه وحتى بالاحصائيات. مثلا اول حاجه دخلت انت اللجنه، نحن اذا نحكي على الدول الخليجيه مثلا اللي تجينا، فما يلزمك تعرف طبيعه العرف او المقابل ليك. عندهم تقاليد، ينجم ما يصفحش. على هذا يقول ديفيد، وهو ديفيد سايمون، ظهر لي خبير جدا في التوليد، يقول صافح بنفس الطريقه التي صافحك بها المقابل. اذا ما تبدلش، ما تقعدش الا ما اذن لك. طريقه الدخول، طريقه المشي، هذه كل يحسبها المدخل نتاع ناس. ما تدخلش تجرب، ما تدخلش دوزة الباب زاد، معناها فما ادخل سيس نتاع واحد متزن. ايضا هذه اهم نقطه، هما جوز نقاط لكن اهم. يقول لك التبسم وانت تعمل في الانترتيان، وهذه اغلب 40% يقول لك من فشل المقابلات نتيجتها عدم التبسم. تلقاه قاطب الوجه عليك كشبر لي خليك اذا ما تضحك حتى انت ماك سالاش اخلقها الضحك. الابتسامه هي اول رساله باش تمر ما بيناتكم. هو شنو في علم النفس يقول لك 55 فوق من 55 من المعلومات توصل عن طريق الجسد. اكثر من 55% من المعلومات. لذلك اذا انت قاعد تتصرف في السياق هذا قاعد تتكلم انت قاعد تتكلم، هو يلاحظ فيك. لذلك انت طريقه جلوسك، طريقه دخلتك، ان الجلوس اذا ياذن لك، المصافحه، ايضا النظرات، انت تتكلم، لانه هذا مربوطه بالثقه في النفس. وهذه زاد احصائيات معملينها من معناها خبراء في المجال. 70% يقول لك من فشل المقابلات نتيجه عدم التركز، ما فماش تواصل بصري. ما فهمني، يبدا يغزر، لانه انت باش تهبط مذبذب، حتى نظراته تبدا مذبذبه، دليل على عدم الثقه في النفس، عدم التركيز. يقول لك اقل 80% يلزم النظر نتاعك موجه وموزع على الحاضرين. باهي، هذا في مستوى. وهذه كلنا حاجات نجموا نتمرنوا عليهم سي عبد القدوس. لا حتى كان هي مش موجوده فينا مثلا. ندخلوا في ثم بعد ندخلوا في هذا عنصر ثاني باش نتعرضوا له. ثم حذاري من الايحاءات الجسديه. يعني مش معناه يبدا مثلا قاعد يعمل في يديك مثلا متوتر، يبدا يفرك في يديه. فما ايحاءات، هذه تسمى الايحاءات الجسديه. نحن بصفه عامه لانه كنا ندخل في تفاصيل. الوكاله التونسيه للتعاون الفني تعمل في ورشات تدريبيه ينجموا يطلعوا عليها في موقع الوكاله في المجال هذا، في مجال اعداد المقابله، الايحاءات الجسديه، هذا معناها بالتفصيل. التواصل البشري قلنا الصوت زاد، الصوت، نبره الصوت اكيد. طريقه التكلم تاعك، اول حاجه اسمع، ما تقصش الكلام باش توصل لك المعلومه. وسمع، خلاف اسمع، سمع، مش صوت عالي مش صوت خافت. وتكلم بالسياسه. نعاود راهو الاحصائيات ديما كانت تدخل 38% من تاثير المقابله في الصوت. لذلك اعرف ايش تحكي. هذا في مستوى الحضور الجسدي. لعل معلومه واضحه. اذا عندك سؤال مدام نجم تعدي سينو. لا خلينا نتعدي وعاد نكملوا ثم نرجع للاسئله. بالنسبه للحضور الذهني وال النفس، هنا نفرق ما بين حاجتين. ما بين واحد عمل مقابله قبل، عنده تجربه، يعطيك الصحه، واحد اول مقابله، اول مره. بالنسبه لعمل المقابله اذا فشلت، الاصل ايش تعمل انت؟ ايفالويشن، تقيم عليه فشلت المقابله، هكا ولا؟ هذا بالنسبه تقف على الباب الاولاني، هو يلزمك تقيم المقابله. تقييم موضوعي، مش نخرج ونلوحك الوريقات لا والله ما هما حكايه فارغه وهما وغزروا لي لا، هذه مبررات واهيه. انت فما الاشكال فيك انت ما عرفتش نفسك. هذوما من اسباب النجاح. راهو ديما انك معناها كيف تقيم الغلط ما تحطوش على الاخرين، حتى ولو كان على الاخر انت راك تحمل فيه نسبه، ولو نسبه 1%. صلح لي 1%، تصلح لي بكري. ثم اذا المقابله اول مره، الوكاله عندنا نحن في الوكاله في الورشات نعطيو دي سيت، وفما ينجم اي واحد يدخل لها. فما دي سيت اليوم في الانترنت يعمل دي شو اسمه، يسمى اوتوتيان فيرتوال.
يدخل في الانترنت ينجم يعمل دي زونتروتيان وحده باش يهيئ نفسه تتمرن باش او تتسمى المحاكاه تتسمى او المحاكاه يقف قدام المرايه حتى يحكي باش يهيئ نفسه باش يعرف ايش يقول انا مثلا جاي قال لي سي بريزونتي شنو باش نحكي. شفت هذا سي عبد القدوس حكايه المرايه هذه عندها عشرات السنين الحركه هذه انا شو الاهميه نتاعها هو تويكا ولات على مود اكثر في السنين هذه الكوتشينغ والكل الوغ هي حكايه المرايه سنوات وسنوات عندها واحد يحضر روحه للقاء قدام المرايه. لو كان ندخلوا في تفصيل لان نقرا علم النفس ياسر لانه لو كان في علم النفس اللي قريت لي جريماس تلاحظ نفسك عنده مهم تولي باش تلاحظ نفسك في طريقه التكلم تاعك وباش تعطيك ثقه في نفسك وتحفظ اللي عندك الاجابه نتاعك. هذا في مستوى قبل المقابله. ندخلوا في اثناء المقابله. اثناء المقابله الحضور الذهني اول حاجه ثقه بنفسك. فماش واحد على قلت لك انا القبيله قلت لك من اهم المعطيات انك تعرف نفسك باش تكون عندك كاسكيت. اذا عرفت نفسك فما شكون يعرف روحك خير منك؟ امبوسيبل. دونك فما باش واحد ينجم يحكي خير منك؟ لا. لذلك اعرف نفسك، اعرف انت نقاط قوتك، اعرف شنو امكانياتك، ما تربطش القدرات نتاعك بمؤهلك العلمي فحسب، لا. فما ناس ليتيرير حتى نحن عندنا في التجربه ناس ليتيرير لكن نجحوا في الشونتيفيك. عندنا اصلا نحن في الناس جماعه في التوجه ادبي بدل الاورينتاسيون ونجح في الشونتيفيك. معناها لانك عندك قدرات واي انسان ديما نعاودها راهو اي انسان عنده قدرات لكن الاشكال انه ما عرفش نفسه. ثم نقطه القوه النقطه يمكن في الاعداد الذهني ما تقطعش المكالمه عليه نقول ما تقطعش المكالمه عليه وخذ وقتك في التفكير. ريت اخذ الوقت في التفكير ايش تعمل تومور ايش تولي انت متحكم في الوقت. وهنا نحذر من حاجه اسمها البينج بونج. هو يسال انت تجاوب هو يسال وانت تجاوب قد تقع في غلطه كبيره لانه نجم يسالك سؤال بنفس الطريقه او طريقه مغايره تقع فيه في غلط. وهذا نجم يكون فخس يا عبد القدوس. نقول لك علاش هذوما من لي كيستيون بياج. نقول لك علاش على خاطر انا كمترشح يمشي في بالي بالعكس يلزمني ديريكتومون نجاوب ديريكتومون. هو يسالني ونجاوب انا كيفاش نخمم حسب رايي وقتها المنطق هكا يقول نتاعي انا نقول انا هذاك الافضل هو ما نضيعش الوقت خاطر ما عنديش برشا وقت يلزم هو يسال وباش نبين له اللي انا عندي اجابه حاضره واللي انا حاضره ذهنيا الوغ هو العكس. صحيح افكتيفمون لانه الحضور الذهني انك انت تملك الوقت باش تعرف ايش تجاوب تاخذ وقتك باش تجاوب. وحاجه اخرى تجاوب عليه لانك باش تاخذ وقتك في التفكير باش تجاوب قد باش ما تحلش عليك بيبان اخرين. قد انت تجاوب وتستفيض في الاجابه تلقى روحك حليت عليك بيبان اخرين باش يولي يسالك على حاجه اخرى. دونك جاوب خذ وقتك السمع جاوب قد خذ وقتك في التفكير نعاود باش انت تولي تتحكم في الطون. ثاني باب جاوب قد السؤال واجاباتك تكون معلة واضحه ودقيقه سالك بالضبط. مازال عندنا برشا تفاصيل سي عبد القدوس باش نحكيو فيها وخذينا اكثر من الوقت اللازم للفقره اللي كنا مقررينه. هذاك علاش انا باش نستسمحك ما نحبش نعمل حاجه خاطر حقيقه وجودك معنا يلزم نستغلوه ايجابيا كما ينبغي ان نكملوا في جزء ثاني. مازال يلزمنا برشا وقت اخر خاطر نحبوا نفيدوا اللي قاعدين يتبعوا فينا بالكدا. نستسمحك انه نواصلوا في الجزء الثاني في الاسبوع المقبل ان شاء الله. برشا حاجات مهمه. خلينا ما نحطوش معناتها الكم الكبير من التفاصيل هذايا فرد وقت باهي ان باهي على الاقل على الاقل اللي باش يسمع يستفيد. ركز لي تو على النقاط هذه والنقاط هذه حضروا روحكم على المستوى هذا اللي قلناه. لهذا قيم نفسك انا قاعد نعمل في هذا قبل ما نتعدوا المرحله اللي بعدها. هيئ روحك انه هيئ النقاط هذوما تكونوا حاضرين ان شاء الله معايا باش نواصلوا الاسبوع الجاي في الجزء الثاني من المقابله الدوليه كيفاش ننجحوها. جوست النقطه الاخرانيه مدام لانه هي نقطه المهمه ونسيتها اللي هي تعد نفسك لكل سؤال محتمل او حتى يستفزك. دونك يا اما كيستيون بياج اي حاجه لازم يكون حاضر ذهنيا لانه نجم يعمل لك هو شنو كيف ما قلنا انه هو يحب يختبر القدرات نتاعك الذاتيه. ينجم يعمل لك جيست او حادثه في اللونتوتيان باش يجرب مثلا يجي شوف ردة فعلك يجي مخر عليه شوف شنو هو قدرتك على التحمل في الضغط العمل في الضغط. ولا ينجم يحطك في سيتياسيون باش يشوفك انت هذيك منفعليا. لذلك تنجم تعد نفسك لاي احتمال لاي موقف اي موقف اي سؤال ينجم يسالك وصارت شنو هو بريدك الالكتروني
جيش تنسيه وقتها. اي برشا ناس ما يعرفوهاش، لذلك فما حوايج هي انت تضيعها بيتمو. ركز مع النقاط هذه. الى لقاء اخر ان شاء الله. وما تتصورش اللي اي حاجه تصير صارت هكاك، راهو كل شيء مرتب. ما فماش، شوف هو عنده 10 دقائق او 15 دقيقه لومبلويور، اذا مش اقل 5 دقائق يستغلها في اكثر وقت ممكن باش يجربك. يعطيك الصحة سي عبد القدوس العبيدي، شكرا لك على حضورك معنا. أنت رئيس مصلحة بوحدة الترشحات بوكالة التونسية للتعاون الفني، ومكون في إعداد السيارة الذاتية وإعداد المقابلة والمهارات الناعمة. معلومة بسيطة أنا باش نقولها. في انتظارنا نكملوا حديثنا الأسبوع الجاي. يا جماعة يا شباب، راه وكالة التعاون الفني حققت أرقام مميزة جدا. صحيح قاعدة تنجح في السنوات الأخيرة في عروض الشغل، معناتها عددها كبير. تجربة عريقة الوكالة التونسية للتعاون الفني. ادخلوا على الموقع الخاص بالوكالة التونسية للتعاون الفني، خاصة www.atct.tn. العروض تويكا كندا خاصين بالنسيج. www.atct.tn. العروض نتاعنا فما روبريك او عنوان اسمه ديرنيير اوفر، اخر العروض، او افي انونس اللي هو الاعلانات اللي هو معناها نهبطوا فيها خاصه العروض الخاصه بكندا. يعطيك الصحه سي عبد القدوس، شكرا لك لقانا من عايشك. مرحبا بكم الكل ان شاء الله. مرحبا بك. احنا الباهي نزيدوا منه. ان شاء الله باهي. مرحبا بكم. مرحبا بكم. ما تبعدوش بعيد، احنا قراب منكم برشا على موجات اذاعه الشباب. بعد قليل تتعرفوا على قصه نجاح جديده، قصه نجاح شابه تونسيه ناضلت من اجل الحلم نتاعها. كيفاش وعلاش وشكون هي، تتعرفوا على التفاصيل هذه الكل بعد قليل مع سكسس ستوري.